دي ياسمين صبري اتطلقت، ودي غادة عبد الرازق اتطلقت، ودي شاكيرا اتطلقت، ودي شيرين اتطلقت ورجعت واتطلقت، ودي ندى الكامل اتطلقت، سابت احمد الفيشاوي واتجوزت عمر كمال بعد ما زرع دقنه، ودي مش عارف الصراحه بس بيقولوا برضو انها بلوجر واتطلقت، ودي مش عارف برضو نفس الكلام تقريبا، ودي شيرين واللي في عام 2022 اتطلقت ورجعت واتطلقت. وقد كان هذا العام مليئا بالعديد من الاحداث اللي بعضها كان سيء والبعض التاني كان حزين، لان تقريبا مفيش حاجه تفرح في السنه دي. تقريبا السنه دي ما فيهاش حاجه عدله غير ملكه جمال كرواتيا. في بدايه هذا العام قررت الفنانه المصريه الشهيره منى زكي انها تتخلى عن شخصيتها القديمه وتمثل في فيلم اصحاب ولا اعز، وتقلع ملابسها الداخليه في الفيلم وتلبس مكانها الشخصيه. فراح قامت احتجاجات ومناقشات ومناوشات وتبادل اتهامات ما بين الناس بتوع مصر اللي هم شايفين ان ده انحلال اخلاقي وابتذال، والناس بتوع ايجيبت اللي شايفين ان ده الفن الحقيقي وان كلنا لازم نقلع، وان اللي مش عاجبه الفيلم ده يبقى ارهابي. وقمت انا اتشتمت كده في النص بدون سبب عشان بس لخصت الفيلم مش اكتر. وقامت شيرين عبد الوهاب اتطلقت من حسام حبيب، وقامت شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب. بيبتدي بقى في هذه السنه الزرقاء يظهر علينا ترند جديد ما شفناهوش قبل كده، وهو ظهور مذيعه جديده شديده عنيده، وهي الاستاذه ياسمين عز، واللي الناس اغلبها ما يعرفش انها مذيعه بقالها 10 سنين. ولكن سبحان الله، شوف يا اخي، تجتهد وتشتغل وتتعب طول السنين دي وما تتعرفش الا لما تطلع تقول اصلا انا خامه صوتي شتوي. وطبعا احنا كلنا عارفين ان محدش بيتفرج على البرنامج بتاعها ولا يعرف اسمه اساسا، وانها مجرد ترند زيها زي اي ترند. وفي ثنايا هذا العام كثر اللغط والكلام حول الزعيم عادل امام. هل هو تعبان؟ هل هو مش تمام؟ ربنا يديله الصحه ويطلع كل ده اشاعات واي كلام. وانفصل تامر حسني عن مراته ورجع تامر حسني. لا ايه ده في الملخص اللي فات. تامر حسني السنه دي عمل فيلم من تاليفه وتمثيله واخراجه ومن انتاجه وبمزاجه، فكسر الدنيا على دماغه. وكان قد قرر الممثل العالمي جوني ديب انه يرفع دعوى قضائيه على طليقته الممثله المشهوره المسعوره امبر هيرد بعد ما سوقت سمعته وبعزقت ثروته. وقدر صاحبي واخويا وزميلي سيجوني ان ياخد حقه قدام العالم كله ويغرمها 10 مليون دولار عشان حته تقيله في بيلقبوني باسم الاسد. دي بقى غادة والي استاذه كسبت المليون وادتنا البونبون. وطلعت امينه شلبايه تعلمنا ازاي نمسك الشوكه والسكينه والكوبايه. وراحت الملكه اليزابيث ماتت بعد 100 سنه فاتت في عمرها. بالمناسبه الملكه اليزابيث كانت ملكه انجلترا وقت العدوان الثلاثي على مصر اللي انجلترا حاولت تحتلنا فيه، عشان الناس اللي متربيين في بارات لندن اللي بيترحموا عليها دول. ده بقى نجيب الريحاني، اما ده فابراهيم توشكا بعد ما حاول يقلد نجيب الريحاني. ودي شاكيرا، اما دي فدي عزه حلاوتهم بعد ما حاولت تقلد شاكيرا. الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شاغله بالك بيه. الله صحيح، يا امال ماهر راحت فين؟ انقذوا امال ماهر. وفي منتصف هذا العام ظهر برنامج جديد كثر عليه الكلام واللي كان بيتعرض في اختنا الشقيقه ايجيبت، وهو برنامج بلايند ديت شو، واللي عرفنا ان الرجوله مش بالسهوله ولا بصعوبه ولا موجوده اساسا، وقدم لنا اروع رجال المستقبل المظلم. دي بقى اسكندريه لا ترحب بمحمد رمضان، وعرفنا ان محمد رمضان ممكن يركب ماكلارين، ممكن يركب الترند، بس عمره ما يركب العقل. فقام راكب دماغه ونزل اسكندريه عشان يثبت ان ليه شعبيه. الاسكندريه ترحب بمحمد رمضان. وقامت شيرين عبد الوهاب اتطلقت من حسام حبيب، وقامت شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب. ومن ضمن ابطال سنه 2022 الشارع، شارع شبرا طبعا عشان انا ساكن هناك، والشارع المصري بوجه عام، واللي طلع لنا منه مواهب جباره زي محمد عامل النظافه ويجزي الغلابه انت شواجري، وقمر بتاعه المكياج، والست بتاعه الكوارع انشف يا محمد، ومحمد اسامه بتاع الغزاله رايقه. وفي الشارع برضو عريس الاسماعيليه ضرب مراته يوم الفرح. جاك الحمامه بيه اتفضلوا معانا. والبيج ياسمين وقفت في الشارع تضرب اخواتها الرجاله. وفي الشارع استشهدت الفلسطينيه شيرين ابو عاقله برصاص الاحتلال الاسرائيلي، وبسبب اللي عمله محمد قاتل نيره في الشارع اتحكم عليه بالاعدام الحمد لله. وفي عام 2022 عرفنا حاجه مهمه جدا، ان الوحيد اللي بيحترم عامل النظافه هو عصام شعبان عبد الرحيم، ودي حقيقه الصراحه. ومحمد ده مش عامل نظافه، هو عامل عبيط وسايق فيها. وبصراحه انا حاسس ان محمد عامل النظافه ويجزي الغلابه وعصام شعبان عبد الرحيم وقناه الحدث كلها عباره عن تنظيم سري هدفه اصابه المصريين بالعبط. وقامت شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب، وقامت شيرين عبد الوهاب انفصلت عن الواقع. والسنه دي يوسف اترفد ورجع واترفد ورجع وقام رجع اترفد. والناس اللي عماله تسال ليل نهار هو انا ليه برفد يوسف، الاجابه ان انا اكتشفت ان يوسف بيتفرج على فيديوهات البنت بتاعت ثانك يو داري. احنا برضو السنه دي شفنا دموع كتير، شفنا دموع رونالدو وهو حزين، ودموع ميسي وهو فرحان، ودموع شاكيرا بعد ما اتخانت، ودموع محمد عامل النظافه. ياه نفسي عامل النظافه ينضف. اما على الصعيد الفني فقد كانت
كانت هذه السنه انتعاشه للفن المصري. مهرجان الجونه اتلغى، مهرجان القاهره ما حدش راحه، مهرجان الدراما ما نجحش. عدد الافلام اللي انتجتها مصر السنه دي اقل من عدد الافلام اللي تونس انتجتها، واقل من عدد الافلام اللي السعوديه انتجتها. ومصر ما لقتش فيلم كويس ترشحه للاوسكار، مع ان الفيلم اللي حسام حبيب وشيرين عملوه علينا كان زي الفل. اما على الصعيد الفني وده فن من نوع اخر، فقد قرر المخرج خالد يوسف وده مخرج من نوع اخر انه يرجع الشغل من تاني، وده شغل من نوع اخر. فقرر يعمل مسلسل، وده لان افلامه كلها اتمسحت ومحدش لاقيها، يبقوا بعتوها لي على مكتبي. اما على الصعيد الفني وده فن من نوع اخر، الفن الغنائي يعني، اوعوا تفهموني غلط، فالاستاذ مصطفى كامل طلع اسم مش على مسمى، لان الكمال لله وحده. وكمان طلب من الرابرز يغنوا وراهم فرقه موسيقيه، فقال لهم قشطه، فعنب قال له قشطه يابا، فقام مصطفى كامل شطبه. وقامت شيرين عبد الوهاب اتطلقت من حسام حبيب، وقامت شيرين عبد الوهاب رجعت لحسام حبيب. اما بقى على الصعيد الاقتصادي، فالعربيات غليت، والاسعار غليت، والمنتجات غليت، والمجوهرات غليت، والجنيه بينهار، وال10 جنيه بتنهار، وال100 جنيه بتنهار، والدولار بينهار ابيض. بيقول لك مره السنه دي عملوا حمله تحت اسم انترنت غير محدود في مصر، فالحمله فشلت عشان الناس ما عرفتش تشارك لان النت بطيء. اما بقى على الصعيد الطاهري اللي هو اخبار محمد طاهر يعني، فعم ربيع البواب اللي هو عم محمد ما طلعش جن، طلع عفريت. اما بقى على الصعيد الجواني فدول اجدع ناس في مصر. وطبعا احنا عارفين ان ميسي خد كاس العالم، وكريستيانو فرج عليه العالم، ومصر ما دخلتش كاس العالم، وصلاح يا عالم هيشارك في الكاس تاني ولا لا. بيقول لك مره واحده طلعت قالت في لايف انها صلت صلاه استخاره وربنا هداها بقلع الحجاب، وده اكبر دليل ان سعر الاستروكس في النازل. وفي نهايه هذا الفيديو فاتمنى للجميع سنه جديده سعيده شديده عنيده. اتمنى لكم ياسمين عز يعني. ها سلام.